انا كزياد بحب الطب جدا وبحب التاريخ وبحب الاستاذ سامح سند. وانا قاعد كده فكرت، طب ليه ما نجيبش طب والتاريخ؟ وللاسف عندنا مشاكل انتاجيه فمش هنعرف نجيب استاذ سامح سند، ولكن انا هتقمص دور استاذ سامح سند. المهم يعني ان احنا هندمج الطب والتاريخ والاثاره والغموض في فيديو واحد. واتكلم النهارده عن حاله طبيه حصلت في امريكا مشهوره باسم ذا توكسيك ليدي. ودي ليترالي توكسيك، مش بتعمل سين وما تردش، دي بتموت بجد. حلقتنا النهارده هي حلقه مثيره اكتر من حلقه راسبوتين اللي احنا نزلناها، اول حلقه نزلتها عموما. حلقتنا عن حادثه مستشفى ريفرسايد الشهيره او حادثه المريضه جلوريا راميريز. في يوم 19 فبراير 1994 الساعة 8:15 بالليل بتدخل حالة شابة لمريضة اسمها جلوريا راميريز قسم الطوارئ في مستشفى ريفر سايد العام دي في ولاية كاليفورنيا. الحالة دي دخلت بارتفاع في النبض وتنفس بطيء جدا. حاول الأطباء والتمريض معاها من خلال انهم يدوها بعض الأدوية والمسكنات، ولكن كانت الاستجابة دايما صفر، مفيش اي تحسن في الحاله والحاله بتسوء اكتر. فكان لازم يتم التعامل مع الحاله ديت من خلال جهاز الصدمات. بمجرد انهم جم يشيلوا الهدوم الموجوده على جلوريا راميريز لاحظوا ان جسم جلوريا فيه لمعان زيتي، يعني كانه كده عليه زيت، في ريحه، يعني ريحه مميزه زي ريحه الثوم، بس افترضوا ان الريحه دي ممكن تكون جايه من فم الحاله مش اكتر. حاولت الممرضه سوزان كين انها تسحب عينه من الدم، ده طبيعي في اي حاله تخش الطوارئ، عشان تعمل التحاليل عادي جدا. ولكن بعد السحب لاحظت حاجه غريبه جدا، وهي ان الدم ليه ريحه معينه مختلفه. الريحه ديت اقرب ما يكون لريحه الامونيا. بعتت العينه دي الدكتوره اسمها جولي جورتشيسكي. اختصارا خلينا نقول جولي لان اسمها هيتكرر معانا كتير في قصتنا النهارده. الدكتوره وهي بتحايل العينه لاحظت ان في اجسام غريبه جدا في دم الحاله، واثناء الفحص ده يقطع الصمت بتوع الممرضه سوزان كين اغمى عليها فجاه مع احساس بحرقه، حاسه ان وشها بيتحرق، مش قادره تاخد نفسها. لو مش فاكر مين سوزان كين، سوزان كين دي لسه سحبت الدم من المريضه. يخرجوا سوزان كين بره غرفه التحاليل، ولكن الدكتوره جولي بتحس بحرقه في وشها وبتحس بغثيان ودوخه. الموظف المساعد ليها بيسالها ان كانت كويسه ولا لا، ولكن قبل ما ترد عليه بيغمى على الدكتوره هي كمان. وفي نفس الوقت اللي بيغمى على الدكتوره فيه بتقع الممرضه الثالثه، عشان يبقى مجموعهم حتى الان 3 وقعوا. بتقرر المستشفى انها تعمل اخلاء لقسم الطوارئ من الموظفين ومن المرضى، وتحطهم في باركينج العربيات الخاص بالمستشفى اللي بيكون موجود فقط داخل غرفه الاستقبال. هي مجموعه اسمها فرقه الهيكل العظمي. ولكن الوقت كان فات، عدد الموظفين اللي ظهرت عليهم الاعراض كان 23 موظف. تخيل من اصل كام؟ من اصل 34 موظف. والعامل المشترك بين كل الحالات دي هو انهم كانوا على بعد 50 سم او اقل من الحاله جلوريا راميريز، او تعاملوا مع دمها او مع حد اتعامل معاها اصلا. جلوريا اللي دخلت المستشفى الساعه 8:15 تم اعلان وفاتها الساعه 58 دقيقه، بعد تقريبا 35 دقيقه من دخولها المستشفى فقط. تخيل بقى سبب الوفاه اللي متسجل هو ايه؟ الفشل الكلوي المرتبط بسرطان عنق الرحم. جلوريا راميريز كان عندها سرطان عنق رحم وكان في مراحل متاخره جدا. ولكن مش طبيعي برضو ان سرطان الرحم هو حاجه و20 موظف، وعشان كده قسم صحه الولايه اللي هو يوازي مثلا وزاره الصحه الخاص بالولايه بعت فريق يحقق ايه اللي حصل في المستشفى، وفريق تاني عشان يدور عن القاتل اللي بيتجول في المستشفى وبيوقع افراد الطاقم الطبي، وفريق تاني خاص بالبحث عن الغازات السامه اللي موجوده. بمجرد البحث البسيط اكتشفوا ان العامل المشترك بين كل دول وكان برضو ان هم اتعاملوا مع جلوريا او مع دم جلوريا او مع حد اتعامل مع جلوريا، ولكن الاعراض ما كانتش متجانسه. فكان في مثلا ناس حالتهم شديده الخطر ولكنهم كان على بعد اكبر بكتير من ناس تانية كانت قريبه وحالتهم عاديه. ممكن حسوا بمجرد احساس حرقه في الوجه مش اكتر، او مثلا احساس بضيق التنفس، ما زادش معاهم ان هم يدخلوا في حاله قويه او في حاله صدمه قويه. وطبعا نتيجه التحقيق ده طلعت ان هم يعني هيستيريا يا جماعه، اللي هو انتوا متهيأ لكم ده مجرد بس صدمه مش اكتر، ممكن من ضغط العمل، يعني الاخر انتوا بتمثلوا، يعني عايزين يقولوا كده. وده دفع اهل جلوريا راميريز ان هم يقدموا شكوى في المستشفى عن سوء التعامل مع المرضى. ولكن الدكتوره جولي جورتشيسكي، احنا قلنا برضه هنقولها جولي عشان برضه الاسم غبي، الاسم غبي جدا يا جماعه، نفت التحقيق تماما وقالت ان التحقيق ده مستحيل يكون صحيح. يعني ازاي هيستيريا والدكتوره جولي كانت حالتها ميؤوس منها؟ الدكتوره جولي اتضررت بشده ودخلت العنايه لمده اسبوعين، وكانت بتعاني من مشاكل في التنفس والتهاب كبد ونخر لا وعائي في الركبه، لا عجزها عن الحركه لمده اسبوعين. مستحيل طبعا الاعراض ديت وتبقى مجرد هيستيريا، يعني ده مش تهيؤات اكيد. يعني من ناس تانية ممكن نحس ان هو مثلا حرقه الوجه ممكن تكون تهيؤات او هيستيريا او صدمه جماعيه،
ولكن ازاي توصل لمرحله النخر اللاوعائي والتهاب الكبد ومشاكل في التنفس وتفضل اسبوعين وتمشي على ادوات لانها مش قادره، وحد يقول ان دي مجرد هيستيريا؟ طبعا الكلام مش منطقي. مجرد مقارنه بسيطه، حاله الدكتوره اكبر دليل ان الحاله ديت مش هيستيريا، بالعكس ده فعلا في مصيبه بتحصل. وهنا بدا تحقيق من جديد، ولكن المره دي مع تشريح جثه جلوريا، مش مره، اكتر من مره. جثه جلوريا كانت بتتعرض على الطب الشرعي اكتر من مره، لدرجه ان الطبيب الشرعي طلب مساعده من مركز لعلوم الطب الشرعي. كان كل شويه تندفن وان طلب يتعمل فحص فيخرجوا الجثه تاني ويعيدوا عمل التشريح من اول وجديد. وبعد شهرين كاملين طلبوا اخراج الجثه، عمل الفحص، اصبح الموضوع طبيعي. هم بيخرجوا الجثه دي اصبح الموضوع طبيعي، لكن الجسد يعتبر بنسبه كبيره جدا اتحلل والاعضاء اصبحت ملوثه. ولكن المره دي كان في شيء مختلف، وهي النتيجه اللي خرجت المره دي كانت مختلفه تماما، واللي حطت فرضيه ماشيين بيها لحد وقتنا ده انها هي الشيء السليم وان ده الشيء الصح اللي حصل، او ان ده التفسير المنطقي لكل اللي حصل في مستشفى ريفرسايد. الفرضيه دي بتقول ان جلوريا بعد ما ادركت انها في مرحله متاخره من سرطان عنق الرحم قررت انها تدور في الطب البديل. لقيت نوع من الادويه او نوع من المستحضرات اسمه DMSO. الماده دي تم اختراعها في الستينات وبيتقال انها بتعالج اي حاجه وبتسكن الالم الشديد. جلوريا ما كدبتش خبر وفعلا عرفت تجيب الماده دي ودهنت جسمها كله بيه، وده كان سبب ان بشرتها تلمع، ده لان الماده ديت لها قوام هلامي، يعني ممكن تعمل اثر شبه اثر الزيت، وكمان ريحتها اقرب ما يكون لريحه التوم، وده كان سبب ريحه التوم اللي لقوها في جسمها وافترضوا انها جايه من الفم. زي ما قلنا جلوريا دهنت جسمها كله بالماده دي. بعد فتره بدات تحس بالاختناق وبالم شديد جدا في صدرها، والاعراض بتزيد مش بتقل، والسبب كان الماده اللي جلوريا حطتها. جلوريا ما كانتش تعرف ان الماده دي اتصنفت على انها ماده شديده السميه سنه 1965، يعني بعد كام سنه من انتاجها. جلوريا فعلا بدات تخش في شوك، واثناء نقلها بالاسعاف جسم جلوريا بيتعرض لكميه كبيره جدا من الاكسجين. الكميه ديت بتاكسد الماده اللي موجوده على جسمها وبتحولها من DMSO ل DMSO2، ومادة DMSO2 حصل لها تحفيز من خلال الكهرباء اللي خدتها أثناء الصدمات اللي خدتها في قسم الطوارئ لما دخل، والمادة دي اتحولت من بعدها لبخار حمض الكبريتيك. جينا ما تعرفش فدي مادة خطرة جدا، دي مادة شديدة الخطورة، مادة كاوية وممكن تعمل حروق من الدرجة الأولى والدرجة الثانية كمان، وده بالإضافة إنها مادة شديدة السمية، يعني كومبو مصايب مع بعض. الإنسان لو تعرض لكمية متوسطة منها ممكن تموته، وده ممكن يكون السبب لبعض الاعراض اللي ظهرت على موظفين المستشفى زي احتراق الوجه اللي كانوا بيحسوا بيه والاختناق وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا انت كده مفكر الحلقه خلصت وخلاص اشوفكم الحلقه الجايه سلام والكلام ده ونقفل على لا، ما حصلش، الموضوع ما انتهاش، لسه في جوانب تانية في القصه. وعلى واضح من الشريط اللي تحت ان احنا لسه ما خلصناش، لسه الشريط ما وصلش للاخر، يعني انت شايف الكره الحمراء دي لسه ما وصلتش للاخر. استنى يا صاحبي اسمعني. اهل جلوريا رفضوا نتيجه التحليل، وده ببساطه لان تصريحاتهم بتقول ان بعض الاعضاء ما كانتش موجوده زي القلب. ايوه قلب جلوريا ما كانش موجود في جسمها وقتها حسب بعض التصريحات، وباقي الاعضاء كانت ملوثه وكانت متحلله بالفعل، لكن مركز التحقيق اقر صحه النتيجه. خلاص يا جماعه الموضوع انتهى، هي ماتت بسبب DMSO بس. واعتبروا ان القاتل الصامت اللي كان بيقضي على موظفين المستشفى هو الماده دي، وطلع امر بدفن جلوريا راميريز للمره الاخيره بعد 10 اسابيع كاملين من وفاتها، وبتندفن في احدى الحدائق المقاطعه. ولكن برغم اصدار النتائج دي ودفنها، لان التحليل ما وقفش ولا محاولات ربط الاحداث وقفت، بالعكس ده محاولات ربط الاحداث كانت بتطلع نتائج غير اللي طلعت تماما. مثلا في كتاب لهيوكو سيجل، وده كتاب لعلوم الطب الشرعي، بيقولوا فيه لم يتم تقديم تفسير موثوق لحاله جلوريا راميريز الغريبه، يعني كده هم بيقولوا ان الحاله ما اتفسرتش وان الكلام ده ما كانش حقيقي. برضه علماء السموم والكيميائيين والطب الشرعي مش متفقين على النتيجه ومختلفين تماما مع النتيجه اللي طلعها مركز التحقيق، ولكن مفيش تفسير موثوق او تفسير واضح او راي تم الاجماع عليه. ولكن في الاوراق الرسميه لو جيت تدور عن سبب وفاه جلوريا هتلاقيه مرتبط بسرطان عنق الرحم، مش مرتبط بالماده ولا مذكور فيه اللي حصل في مستشفى ريفرسايد. والهدف من ده كله هو تجنب النقاش في الموضوع ده، لانه موضوع شائك محدش متفق على حاجه فيه، وبرضه لتجنب النقاش اذا كانت نتائج التحليل فعلا صحيحه او لا. للاسف محدش فينا يعرف، ولكن اللي نعرفه هو ان جلوريا راميريز سر وفاتها خدته معاها للقبر. وبس كده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتعمل لنا فولو على فيديو التيك توك، ننزل عليها فيديوهات قصيره وفيديوهات مفيده ومعلومات جديده. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.